السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقتنا النهاردة العرب والمصريين، وهل المصريين هم أخوال العرب فعلا؟ علشان نجاوب على السؤال ده هنتابع مع بعض الحكاية بتاعتنا. الحكاية بتبدأ من خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام أنجب سيدنا إسماعيل عليه السلام، وسيدنا إسماعيل هو أبو العرب العدنانيين، أي العرب المستعربة، واتكلمنا عنهم في الحلقات السابقة. أنجب سيدنا إسماعيل من السيدة هاجر عليها السلام التي كانت جارية قبطية من مصر. وبعد أن تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر، اصطحبها هي ورضيعها سيدنا إسماعيل عليه السلام من فلسطين إلى واد غير ذي زرع في الحجاز، حاليا عند جبال فاران. وذكرت الآية في القرآن الكريم في سورة إبراهيم الآية 37، حيث قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. الآية 37. وفي المكان ده أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إن هو يترك السيدة هاجر ورضيعها الصغير اللي هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. فسألته السيدة هاجر عليها السلام وهي مندهشة من قراره الغريب، فلم يجبها سيدنا إبراهيم عليه السلام بأي شيء، ثم سألته مرة أخرى: هل الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك؟ فأجاب بنعم. فقالت بكل ثقة ويقين بالله: فلن يضيعنا الله إذن. ونيجي للجزء اللي بعد كده، وهو ما قامت به السيدة هاجر عليها السلام، وهو تطبيق شرطي النصر، وهو الإيمان والعمل، أي أنها وثقت بالله سبحانه وتعالى، ثم قامت بالسعي من الصفا والمروة لإنقاذ ابنها الرضيع الذي كان يئن من آلام الجوع والعطش في تلك الصحراء القاحلة الخالية من أي مظهر من مظاهر الحياة. ثم تحققت المعجزة من الله عز وجل بخروج الماء من الأرض بين أقدام الطفل الصغير من بين الصخور الصماء في مكة إلى يومنا هذا، وهي تعرف بعين زمزم. وبعد ما عرفنا ملخص الحكاية، إذا فالسيدة هاجر عليها السلام هي أم سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو أبو العرب. إذا المصريين هم أخوال العرب. وكلمة قبطي قديما كانت تعني مصري، سواء كان مسلم أو مسيحي، وأصلها مصري قديم. وده ملخص حكايتنا النهاردة. ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات وتشترك في القناة. وفي الختام صلي على النبي العدنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.